السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم الكبدة البلدي ومعاها مكرونة سباكيتي طعمها بسم الله ما شاء الله تحفة. معايا طاسة على النار هنزل فيها كده بحبة زيت محترمين. أول ما الزيت يسخن معايا على طول هنزل بمعلقة توم مهروس كده هقلبها. أول ما تديني ريحة كده ولونها يتحول لأوف وايت على طول هنزل عليها كده بمعلقة خل، وشمي بقى الريحة الجميلة وحاجة كده تحفة مش قادرة أقولك. دلوقتي كده هحط الخل وهديها تقليبة كده. اول ما اشم ريحتها على طول هنزل بقطع الكبدة. طبعا الكبدة ما بتتغسلش عشان فوايدها ما تروحش، وتاني حاجة انا ما بقلبهاش علشان خاطر ما تنزلش اي رواسب من الكبدة عشان تديني طعم حلو. وبحط بعد كده التوابل، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة فلفل اسود، معلقة كمون، معلقة ملح. واول ما تديني لون من تحت هقلبها على الناحية التانية. طبعا الكبدة من الاكلات اللي بتستوي بسرعة فمش محتاجين نقلب فيها كتير، هي هتستوي. بصوا بقى كده هنا بعد ما استوت معايا هتلاقوا الزيت صافي خالص مفهوش اي رواسب بسم الله ما شاء الله. طبعا ده بيعزز معانا الطعم وبيخليها تحفة. معايا بقى كده قرنين فلفل رومي على قرنين فلفل حراق هنحطهم كده ونسيبها تدبل معاهم. وبالهنا والشفا الكبدة بتاعتنا كده استوت. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، واشتراك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. بعد كده هيكون معايا حلة على النار هحط فيها كده حبة زيت. اول ما الزيت يسخن هنزل على طول ببصلة مقطعاها مكعبات صغيرة. هقلب البصلة كده واول ما تديني لون حلو كده وتحمر معايا هنزل عليها كده بنص كيلو طماطم. وهقلب بقى الطماطم مع البصلة، وبعدين هنزل بالتوابل. التوابل اللي هحطها نفس توابل الكبدة، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، معلقة كمون، والشطة اختياري. اول ما تتسبك معايا انا بحب اسلق المكرونة 3/4 سوا. اول ما تتسبك معايا على طول كده هنزل بالمكرونة عليها وهقلبها في الصلصة على النار. برضو بحب اقلبها على النار كده بتديني طعم حلو وبتبقى المكرونة كده مفلفلة وجميلة بسم الله ما شاء الله. هنا كده انا خلصت الاكلة بتاعتي. يا ريت تقولي رأيكم في التعليقات. ولو بتجيبي كبدة من اي جزار لازم تتأكدي من الجزار اللي انت بتجيبي منه انه بيبيع حاجة كويسة. ودي كانت اكلتي النهاردة وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.